انا محمد علي معاكم من تك بوكس. هنقدم لكم سلسله جديده. السلسله دي هتبقى عباره عن خبراتنا وخبراتكم مع بعض. اي حاجه هنعرفها جديده هنقدمها سوا. كل اللي طالبينه منكم بس ان انتوا تعملوا سبسكرايب، تتابعوا فيديوهاتنا، تتابعوا كل حاجه. هتلاقوا كل فتره هننزل حاجه جديده، هننزل فيديوهات جديده هتكون مهمه ليكم، هتساعدكم جدا في شغلكم. احنا النهارده هنتكلم على حاجه معينه، بكره هنتكلم على حاجه غيرها. لو تابعتونا هتعرفوا كل حاجه مهمه جدا في الاوتوميشن. اكلمك على كام خطوه مهمين جدا لازم تعملهم عشان تعرف تكسب مشروع الKNX بتاعك، عشان تعرف تكسب مشروع السمارت هوم او السمارت بيلدينج او اي حاجه سمارت عايز تخش فيها. تابعوا معانا الحلقه دي للاخر وشوفوا رايكم فيها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس. انا ذات نفسي ما بحبش اقولها بس هي لازم تتقال، تفعلوا زر الجرس. يا ريت تفعلوا زر الجرس ويا ريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا الحلقات بتاعتنا وتتابعوا كل حاجه جديده احنا بنعملها، وتتابع الحلقه دي للاخر. ما تنساش تعمل سبسكرايب. انا بقول لك سبسكرايب وزر الجرس اللي هو نوتيفيكيشن. يلا بينا نشوف احنا هنتكلم فيه. طبعا بعد ما انتوا عملتوا سبسكرايب وبعد ما عملتوا زر الجرس وعملتوا كل الكلام اللطيف ده تمام، وتابعتونا وهتتابعونا في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله، اقدر اقول لكم الف مبروك. انتوا هتاخدوا معلومات حلوه، وهنحاول نجمع لكم على قد ما نقدر، ودي شغلانتنا ان احنا نجمع لكم معلومات حلوه تقدروا تاخدوها وتستفيدوا بيها ان شاء الله. هنتكلم دلوقتي على انا ازاي جالي مشروع وانا عايز اكسب المشروع ده. اول حاجه لازم اعرفها المشروع ده عباره عن ايه. هل هو سمارت بيلدينج؟ هل هو سمارت هوم؟ هو عباره عن ايه؟ كوميرشال، ريزيدنشال، عباره عن ايه؟ دي اول حاجه انا لازم اعرفها، لان احنا لازم نعرف ان في فروق كبيره جدا ما بين الريزيدنشال وبين الكوميرشال. هديكم مثال. اول حاجه، انت دلوقتي لو عندك فيلا طريقه تفكيرك هتختلف كتير جدا عن طريقه تفكيرك لما تيجي تفكر في كوميرشال بيلدينج. وليكن الكوميرشال بيلدينج ده مبنى اداري، مبنى شركه، اي حاجه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا مش هينفع انا في مبنى الشركه اعمل لهم ويلكم سيناريو. الكلاينت مش هيخش يعمل ويلكم سيناريو، مش هيجي الموظفين اول ما يخشوا مكاتبهم يدوسوا على الويلكم سيناريو. معلش، الرفاهيه الزياده احنا ما بنديهاش للموظفين بتوعنا. طبعا احنا عارفين الكلام ده كويس لان احنا موظفين وعارفين الكلام ده كويس، لكن فعليا في الريزيدنشال او في الفيلل هنقدر ان احنا نعمل ويلكم سيناريو، هنقدر نعمل حاجات. طيب هي دي اللي احنا بنقدر نتكلم عليها ونقول ان هي الابيتايزرز اللي هي احنا بنقدمها للكلاينت بتاعنا. ايه هي بقى الحاجات اللي احنا بنقدمها للكلاينت بتاعنا؟ قبل ما نقول الحاجات اللي احنا بنقدمها للكلاينت بتاعنا لازم نبقى عارفين حاجات في الاول مهمه. ايه هي الحاجات المهمه اللي لازم نعرفها؟ ان احنا نقعد مع الكلاينت بتاعنا، لازم نعرف الكلاينت بتاعنا ده عايز مننا ايه. لو فرضنا هناخد فرضنا الاول على ريزيدنشال، عن فيلا انا رايح اكسبها وعايز اخش المشروع، لان انتوا عارفين طبعا ان المجال بتاعنا ده اشهره في جزئيه السمارت هوم. ففي الفيلا اول حاجه ان انت تقعد مع الكلاينت بتاعك تساله انت عايز تتحكم في ايه؟ عايز تعمل كنترول على ايه؟ عايز ايه اللي انا اقدر اسهله لك يقدر يخلي لك الجزئيه دي حلوه. العميل هيبدا يقول لك انا محتاج اتحكم في الشتر، انا محتاج اتحكم في البلايندز بتاعتي، انا محتاج اتحكم في الاضاءه، انا محتاج اتحكم في التكييف، انا محتاج اتحكم في كل الكلام ده. طبعا مبدئيا اول بعد ما الكلاينت بتاعك يقدر يقول لك الكلام ده كله ويقول لك انا هتحكم وهعمل وهيفضل يحلم معاك ويقول لك كل الطموحات اللي هو عايزها، انت واجب عليك ان انت تنفذ كل طلباته. لازم تبقى عارف كويس جدا ان انت لازم تنفذ كل طلباته. مبدئيا في حاجه من الاثنين. اول حاجه ان انت عندك الاكسبيرينس الكويسه جدا اللي انت تقدر بيها تدي للعميل كل الحاجات دي مع شويه بقى الابيتايزرز الحلوين اللي احنا هنتكلم عليهم دول، او هتبدا تاخد الكلام ده من الكلاينت وتروح مكتبك زي الباشا تقعد عليه وتقعد تفكر انا هقدر اقدم ايه للكلاينت بتاعي. هنا ساعتها بتبدا الفايت ما بين كل الشركات مع بعض. بيبدا ساعتها العميل بيبص على حاجتين، اول حاجه الكوست، ثاني حاجه على ايه اللي الشركه دي هتقدمه لي بالظبط. وده تقريبا اللي اغلبيتنا ما بنفكرش في القصه دي، لان دلوقتي الشركات الاوتوميشن بدات توصل لمرحله ان احنا بقينا حافظين وعارفين احنا بنعمل ايه. كل اللي بنعمله في الفيلل بنعمله نهج واحد ما بنغيروش. لذلك الشركات الجديده بتنجح في ان هي تكسب المشاريع دي، ان هي بتقدم للكلاينت حاجه انت ذات نفسك لو انت شركه قديمه ما بتقدمهاش. ولنفرض كمثال لطيف، انا عندي عميل، العميل ده مثال زيه زي اي مثال كتير جدا، في امثله كتير قوي جدا ممكن تعمل عميل. انا عندي عميل عنده شخص مريض في البيت، الشخص ده هو بيحبه جدا، تمام؟ فالمفروض اوجه فكري ونهج دماغي زي ما العميل ده هيفكر فيه. العميل ده هيبدا يفكر ان هو هيقدر ازاي يساعد الشخص ده، فانا اقدر ان انا اركب حساسات مثلا تساعد ان انا اشوف الراجل ده لو حصل له حاجه لا قدر الله، حصل له اي حاجه فيها اتاك، اي حاجه من الحاجات بتاعتنا اللي احنا عارفينها، هارت اتاك بتاع الحاجات دي كلها، تقدر الحساسات دي تقول لي. فطبعا دي حاجه من الحاجات اللي هتبدا تشد العميل للكوفر بتاعك او الكوست اللي انت مديهوله او ايا كان الحاجات اللي انت بتقدمها له. فطبعا دي هتخلي العميل يبدا ان هو
يبص لك ويبص للمشروع بتاعك. فانت لازم تعرف الكلاينت ده، لازم تعرفه كويس هو محتاج ايه. هتعرف ازاي الكلام ده؟ من خلال ان انت تقعد معاه، من خلال ان انت تتكلم معاه، من خلال ان انت تشوف دنيته عامله ازاي. لان هو من الاخر بيقول لك انا عايز اعمل اوتوميشن لبيتي. هو ما جابكش تعمل اوتوميشن في بيته او تتحكم في الاضاءه او تتحكم في التكييفات او تتحكم في كل الكلام ده لمجرد ان هو عايز يعملها رفاهيه بس. لا، هو عنده حاجات كتير قوي عايز يعملها. لذلك هيجي بقى الحرب الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها، وهي الكوست، المبلغ. انا لو بشتغل اوريدي باجهزه غاليه، انا هعرف اوظف الاجهزه بتاعتي على ان يكون الكوست بتاعها كويس للعميل. وهنتكلم ازاي في الكلام في حلقه تانية عن الجزئيه دي. لكن خلينا نتكلم دلوقتي على الكوست. امتى العميل فعليا هيبدا يقول لك لا انا مش عايز اخد الكوست ده غالي بس انا هاخده، مش هاخد اي كوست تاني. لما هيلاقي كل احلامه وطموحاته متحققه في الاوفر بتاعك، اول ما يلاقي كل احلامه وطموحاته متحققه في الاوفر بتاعك هيقول لك تمام. هديك مثال تاني، ولتفرض نفسك انت العميل. يعني تخيل نفسك انت العميل اللي قاعد قدامي وانا بقول لك الكلام ده. العميل بيحب يسمع اوديو، بيحب يسمع موسيقى، بيحب يصحى الصبح على ميوزك. فاغلبيه الشركات اللي بتشتغل كي ان اكس بس، الكي ان اكس مش كل الشركات بتقدم الاوديو فيديو فيه، تمام؟ انا ما بتكلمش على الكي ان اكس فقط، انا بتكلم على الاوتوميشن سيستم عموما، تمام؟ فلما تبقى في شركه مقدمه حتى لو سعرها غالي بس مقدمه الاوديو فيديو للعميل للكلاينت، ويلاقي نفسه هيقدر يخش في الاوض دي يسمع اغاني هنا ويسمع اغاني ويسمع اغاني هنا، مش هيبدا يبص للمبلغ ساعتها، هيبدا يبص ان انت اساسا بتديني حاجه غاليه قوي. انا بدفع هنا تقريبا الفرق ما بين الاوفر ده والاوفر ده ولنفرض 30% ارخص، 30% ارخص او 40% ارخص، بس هنا انا بشتري حاجات زياده، هنا انا باخد حاجات احلى هتخلي لي البيت بتاعي كويس. فلذلك بيبدا العميل يبص للاوفر بتاعك لما انت بتبقى قادر ان انت تقدم له حاجات كتير قوي. هو بيعرف ان انت بدات تفهمه، تقدر تفهم انت عايز تقدم له ايه. يبقى احنا كده اتكلمنا على كذا خطوه، تعالوا نرسمهم تاني مع بعض. اول خطوه ان انا اعرف المشروع بتاعي عباره عن ايه، تمام؟ كوميرشال، ريزيدنشال، ايا كان هو ايه. تاني خطوه اللي المفروض اعرفها، اعرف العميل بتاعي او الكلاينت بتاعي دماغه عامله ازاي، الاخر اقراه افهم هو محتاج مني ايه، تمام؟ تالت خطوه اللي هي الكوست بتاعك او السعر اللي انت هتقدمه للعميل، وده هنتكلم عليه في حلقه تانيه، ان احنا ازاي نقدر نظبط الاوفر بتاعنا بكوست كويس يفرق عن غيرنا. طبعا بعد الثلاث خطوات اللي انت عملتهم دول هيجي الخطوه الاخيره اللي انت فعليا بقى بتقدم فيها الاوفر بتاعك، اللي هي الفاينانشال الفاينانشال، الجزء الفاينانشال والجزء اللي هو الفاينل بالنسبه لك. لازم يكون عندك كل الورق. الخطوه الاخيره ان انا عندي كل الدوكيومنت، لازم يبقى عندي كل الدروينج بتاعت المشروع، لازم يبقى عندي كل حاجه بتاعت المشروع عشان اقدر لما اقدم الاوفر للعميل اكون صادق في كل كلمه انا بقولها له. يعني مش هينفع ان انت تروح للعميل بتاعك تقدم له تقول له انا هقدر اركب انتركم في البيت عندك، تمام؟ انا انتركم مش قصد بيه الانتركم بره البيت، في بعض العملاء بتبقى محتاجه انتركم داخلي عشان يكلم حد في اوضه ثانيه او كده او الكلام ده كله. فمش هينفع ان انت تقول للعميل بتاعك انا اقدر اركب لك انتركم داخلي في الفيلا بتاعتك وهو اوريدي ما عندوش مسارات في الفيلا بتاعته ان هو يركب الانتركم. فانت لازم يكون عندك كل الورق فعليا اللي يثبت ان انت تقدر تركب الانتركم ده، تمام؟ فيبقى الخطوه الاخيره بالنسبه لنا هي ان احنا يبقى معانا كل الدوكيومنتس او الورق او الدروينجز او اي حاجه احنا محتاجينها من العميل عشان نقدر نخلص الاوفر بتاعنا، نقدر نخلص جزئيه الفاينانشال بتاعتنا. بعد كده اخر حاجه ان شاء الله بتروح تقدم الاوفر بتاعك للكلاينت، بيبدا هو ساعتها ياخد القرار ان كنت انت او اي شركه ثانيه. بس ان شاء الله لما تكسب المشروع تبدا تدعي لي، واتمنى كده من كل قلبي، وتقول الحمد لله احنا فعلا نفذنا كل الكلام ده والدنيا نجحت تمام الحمد لله. بعد كده بعد ما تخلص المشروع هنخش بقى على الجزئيه بقى الانستليشن والتركيبات، ودي هنتكلم عليها في حلقه ثالثه. احنا هنتكلم في حلقات ثانيه. خلي بالكم بنعمل سبسكرايب، ما تنسوش نعمل سبسكرايب، انا قلت اهو نعمل سبسكرايب وندوس على زر الجرس. المهم نعمل سبسكرايب وندوس على زر الجرس وتتابعونا في كل الفيديوهات اللي احنا هنتكلم فيها، علشان هنتكلم في حاجات كتير قوي تخص الجزئيه دي. وطبعا هفكركم تاني بان احنا عندنا اكاديمي وعندنا موقع بتاعنا. الموقع بتاعنا ده احنا عاملين فيه مجال الكوميونتي، لو اي حد عايز يقول اي حاجه او يسال اي حاجه في الاوتوميشن. مش عاملينه علشان كي ان اكس فقط، عاملينه علشان كل الاوتوميشن سيستمز اللي موجوده. فلو احنا حتى مش عارفين نرد عليك هنحاول ان احنا نتواصل مع حد ان هو يقدر يرد عليك، او هو ان شاء الله نتمنى بان كل الناس تخش معانا على الكوميونتي دي عشان تلاقي كل الحلول اللي هي محتاجاها في الاوتوميشن بتاعها وفي السمارت هوم او السمارت بيلدينج او الجزئيه اللي هو عايز يحل بيها المشاكل دي. وشكرا جدا، اشوفكم في الحلقه الثانيه بعد ما تعملوا سبسكرايب. دوسوا على زر الجرس، اكيد هشوفكم في الحلقه الثانيه اللي انا هعملها، تمام؟ واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا. انا متاكد ان انتوا اتبسطتوا. ولو خدت المشروع تدعي لي، تمام؟ تدعي لي. اشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله.